في الفيديو ده هنعرف مع بعض الرواية الحقيقية التاريخية للطائفة التي أرعبت العالم في القرن ال11 الميلادي، الحشاشين. الحشاشين دول كانوا عبارة عن طائفة دينية سياسية اتأسست في القرن ال11 على إيد حسن الصباح الزعيم الفارسي، واللي كان معروف بذكائه ومهارته في التنظيم والتخطيط، واللي قدر إنه يستولي على قلعة المود بإيران وخلاها مقر للحشاشين. الحكاية بتقول إن في ليلة من ليالي بلاد فارس الجميلة قعد 3 أصحاب مع بعض يحلموا بمستقبلهم. ال3 دول كانوا نظام الملك الطوسي وحسن ابن الصباح وعمر الخيام. نظام الملك حلم بالسلطة، حسن الصباح كان بيحلم إنه يكون زعيم بكلمة واحدة منه يحرر جيوش وبكلمة واحدة منه يزلزل الأرض. عمر الخيام بقى كان في حتة تانية خالص، لا عايز سلطة ولا عايز زعامة، كل أحلامه كانت بكلماته وأشعاره الجميلة. وطبعا نظام الملك وحسن الصباح ضحكوا واتريقوا عليه لما قال لهم حلمه، ما يعرفوش إن بعد كده هتتوجد حاجة جميلة جدا ومهمة جدا اسمها رباعيات الخيام. المهم إن ال3 كمان اتفقوا إن اللي يوصل لحلمه الأول لازم يشد الباقيين معاه، وبعد سنين طويلة بيوصل نظام الملك الطوسي لحلمه وبيصبح وزير في بلاط ملك شاه ابن قلب أرسلان أعظم سلاطين عصره. عمر الخيام أيضا بيوصل بأشعاره للبلاط السلطاني، وحسن الصباح بيوصل برضه للبلاط السلطاني وبينجح إنه يؤسس جماعة جوه الدولة، وبينجح كمان إنه يكون ليه أتباع في دمشق وفي بلاد من وسط آسيا، وكان حسن بيعين عليهم وكيل. الحشاشين في البداية كان هدفهم نشر الدعوة الإسماعيلية النيزارية الشيعية في إيران والشام، ونتيجة ده اتكونت عداوات كتير جدا بينهم وبين الفاطميين وكمان العباسيين. في البداية الحشاشين دول كانوا مجرد جماعة دينية، بعد كده اتحولوا لجماعة عسكرية سياسية مستقلة. اشتهروا بأساليبهم في القتال والاغتيالات الكتير جدا اللي عملوها ضد أعدائهم، واللي كانت مصدر رعب وخطر للأمراء والحكام في الوقت ده. وعلى الرغم من إن كان للحشاشين أعداء كتير جدا في كل مكان، لكن محدش قدر يتخلص منهم لحد ما جت سنة 1256 ميلاديا، بعد ما هولاكو والمغول سيطروا على قلعة المود وحرقوا القلعة بالكامل. أما بالنسبة للقب الحشاشين وإزاي هم خدوا اللقب ده، ففي رأيين بالموضوع ده. رأي بيقول إنهم اتسموا بالاسم ده نسبة لاسم حسن الصباح الحساسين، وبعد كده اتحرف وبقى الحشاشين. والرأي التاني اللي بيرجحه كتير من المؤرخين التاريخيين ويمكن أنا واحدة منهم، إنهم كانوا بيشربوا مخدر الحشيش قبل خروجهم في الاغتيالات علشان ما يحسوش بالأفعال المشينة اللي كانوا بيعملوها. ومن الجدير بالذكر والقول إن الحشاشين دول كانوا وما زالوا من أكثر الطوائف الدموية في التاريخ كله. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأكون قدرت أفيدكم بمعلومة، ولو في أي سؤال تقدروا تسيبوه في الكومنتس، واستنوا الفيديوهات اللي جاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.